اعمليها لولادِك في البيت وفرّحيهم، مش هتكلّفِك أي حاجة وباقي المكونات كلّها في البيت، أنتِ هتشتري الكاكاو الخام وكيس النسكافيه واللبن البودرة لو مش عندِك في البيت. كوباية السكر بتكون طبعًا بتطحنيها في المطحنة بتاعتِك تاخديها وبتحطيها بقى في الخلاط، تحطي لبن بودر وبتحطي كيس النسكافيه، بتحطي بعد كده كوباية إلا ربع كاكاو خام، طبعًا المكونات الجافة الأول تحطيها مع بعض، بعد كده تحطي كوباية اللبن، تدّيها ضربة في الخلاط، ضربتين كده في الخلاط، بعد كده قلّبي المكونات بتاعتِك، بعد كده تنزلي بقى بالزيت حبّة، حبّة، يعني ما تحطيش الزيت مرّة واحدة، لأ تنزلي بيه حبّة، حبّة، لغاية ما تتقل معاكِ. بعد كده تقفلي عليها وتحطيها بقى في علبة تكون نضيفة، تسيبيها في التلاجة ساعة وبعد كده تقدري اللي أنتِ تستخدموها، مش قادرة أقول لِك على طعمها ما تفرقش عن اللي إحنا بنشتريها من برّه خالص، ناس كتير أوي ما بتقدرش تشتري اللي هي الجاهزة دي بتبقى غالية، فأنتِ تقدري تعمليها في البيت بأسهل طريقة وطعمها زيها بالضبط، ده كيس النسكافيه ده اللي بيفرق في طعمها، بيدّيكِ نفس الطعم اللي أنتِ بتشتريه من برّه بالضبط، ده متطعّم بالبندق فهو بيدّيكِ نفس الطعم بالضبط. تبدئي بقى تحطيها في البطرمان بتاعِك يكون نضيف، تقفلي عليها وحطيها ساعة في التلاجة واستخدميها وشوفي بقى الجمال، مش قادرة أقول لكم على جمالها بجد.